اللي وراه باركوني في اخر 3 مباريات للترجي في البطوله في الشامبيونز ليج ما يريناهوش مع ماهر الكنزاري في تقريبا عام ونص. اللي بدا يراني في الترجي ولينا نراه في كونت بريسينغ، يعني اول ما الاسبيرونس تخسر الكره ديريكت ولاد يعملوا بريسينغ على البورتير دو بال. كيف خروج سلس بالكره، فما تيكي تاكا، فما برشا جمل تكتيكيه قاعده تصير بين الجوارات، ولينا نراه في خروج بالكره مزيان برشا، وحتى في سيكمون فما تحسن واضح. خساره اداره الترجي ان حط ماهر الكنزاري مخر برشا، ولا رانا رينا الترجي بوجه اخر عنا مده، خاطر ديما في فيديوهات السابقين نقول انه الترجي عنده ايفكتيف ممتاز برشا، لكن الحاجه الوحيده اللي نقصتها هي مدرب يعرف كيفاش يستغل، يعرف يستغل الامكانيات نتاعهم، وهذه الحاجه اللي ريناها مع باركوني ملي شد الترجي. اللي فاتت مباراه الترجي واستاد اليوم هو توقيت الظالم تاع الماتش. تو مانيش فاهم علاش هالاصرار هذا الكل على التوقيت هذا، معناتها احنا في شهر فضيل في شهر صيام ونعرفوا شيء هذا ينجم يتعب، ليش معناتها الاصرار هذا الكل باش الناس الكل تلعب ماضي ساعه؟ الله يهدي ما خلق وكهو قوس ونغلقوه على خاطر عارف ماهوش بيبدل حتى شيء. الحاجه اللي لاحظناها مع الترجي انها في نسق تصاعدي في اخر 3 مباريات. دوزيام عالمي ضد بيترو وجبنا به الترشح، ربح بالاداء ضد سليمان 3-0، واليوم ضد ستاد نفس المنهج، الريتم موجود والفرص موجوده، وفما حتى برشا جوارات قاعدين يرجعوا في الفورمه نتاعهم بشويه بشويه، كيما جبالي رينيه ضد بيترو عمل دخله مزيانه، ضد سليمان كور بالكدا، واليوم كيف عمل بروميي ميتون مزيان برشا، ونفس الشيء للدراجا قاعد يرجع في الفورمه نتاعو بشويه بشويه. نعرفوا انه الجوار هدايا كان غايب برشا على الميادين، وبدات الفورمه نتاعو قاعده ترجع بشويه بشويه، واليوم زاد اكدنا على هدايا بعد جمله تكتيكيه مخدومه بين جوارات يعطي باس لتقاء اللي مركي بها البونتو، ومن بعد جاو بطبيعه فرص اخرين. كوره نتاع ساس كان ينجم يقتل بها الماتش لكن الفرحات تصدى والكوره ضربت على القائم، وفما فرصه كيف نتاع ديارا شاطها لكن الكوره ضربت على القائم. وحاجه اخرى ريناها في البريمير ميتون هي ضربه ساس، ان شاء الله بركه ما تكونش خطيره، وخاصه يرجع قبل تروح الاهلي خاطر اكيد باش تستحقوه برشا. الميتون الاولاني اون جلوبال الاسبيرونس كان مزيان، عرفت كيفاه تمركي فيه البونتو، ولكن الحاجه السلبيه انها ما عرفتش تقتل الماتش نتاعها، بما انه جاتها زوج فرص اخرين خلينا نقولوا كانت نجم تلعب دوزيام ميتون مرتاحه اكثر. الدوزيام ميتون مرينا فيه حتى شيء يصلح، لا فما ريتم لا فما حتى شيء. الاسبيرونس تجري في الماتش باش تحافظ على النقاط نتاعها، وستاد طلعت البلوك ولكن ما فما حتى خطر، ما فماش حتى تير كادري على ميميش. الفرصين الوحيدين اللي جاوا في الدوزيام ميتون كانوا للترجي، واحده دانهو في الدقيقه 70 شدها الفرحاتي، ونفس الشيء جبر يدخل في بلاصه ديارا شات شوطه ولكن الفرحاتي شدها في اخر الماتش. المهم والاهم هذا الكل هو 3 نقاط للترجي اللي رجعت بها الصداره. بربي ميساج شكر خاص للباركوني خاطر في فتره وجيزه نتاع 3 مباريات وبدل فيها وجه الاسبيرونس، رينا الاسبيرونس بشكل مغاير وخير برشا من اللي كانت مع ماهر كنزاري، وعمل بيلون مزيان برشا. 3 ماتشات ربحهم 3 مركه فيهم 6 بونتوات وما قبل حتى بونتو، وهذه حاجه ممتازه برشا. الكوره تو الكوتش جديد بوميل هكا هبط عليه فيديو، كنت تحبوا تعرفوا عليه كل شيء نصحكم تشوفوه. حسيلو ان شاء الله الكوتش هذا ياخذ الوقت الكافي باش يصلح الاخطاء ويحاول يحسن من مردود الفريق قبل المواجهه ضد الاهلي. على كل مبروك علينا الانتصار، مبروك علينا الصداره من جديد، فارق نقطه حاليا على الكلوب، ولكن مازال تنقصنا مباراه ضد المتلوي في المتلوي، لو كان نربحوها نوليو هاربين على الكلوب 4 بوان. هكاو شباب اكتبوا لي انتم في التعليقات شنو رايكم في مردود الفريق اليوم، كيفاش تقيموا فتره باركوني مع الاسبيرونس، وفرد مره ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.